السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. انا زرعت حلبة في البيت انا وملوك. تعالوا نشوف تفاصيل التفاصيل وعملناها ازاي وبقت بالشكل الجميل ده ازاي، اللهم بارك. تعالوا نشوف في الفيديو كل التفاصيل. النهاردة ملوكة طبعا اللهم بارك دخلت المدرسة وعندها درس في العلوم. في نشاط ان هما يزرعوا الحاجات في البيت اللي هي الحلبة الفول العدس. فاحنا قررنا النهاردة نعمل ايه يا ملك؟ التجربة دي نزرع ايه؟ حلبة. نعمل حلبة في البيت. جبنا طبق فوم وحطينا فيه قطن. لو مش متوفر قطن ممكن تحطي مناديل اللي هي التقيلة. انا عملت دي هخليها هنا ودي هتاخدها معاها المدرسة. تمام. ومعانا شوية حلبة. تعالي بقى نحط. انتي حطي في الطبق بتاعك وانا هحط في الطاجن بتاعي. بس ما تحطيش ايه على الاطرف كده، عشان ايه اما تيجي يعني تطلع. نحط في الكل. بصي، ايوه، ما تحطيش في الحروف. هنا بعد ما حطينا حاولوا ما تحطوش في الحروف. وهنا حطينا في الطاجن هنحط شوية مية بقى بس مش كتير. مش كتير. وتعرضوها لضوء الشمس. لضوء الشمس وهنشوف برضو ايه خطواتها معانا. مش هنقفل الفيديو على كده. هنشوف برضو ايه كل يوم التطور بتاعها بيحصل ايه، ونوريكم شكلها النهائي في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. يلا بقى ملوكة نحطها في الشمس عشان نشوف هتعمل ايه ونصور لكم شكلها. وان شاء الله تجربة تنفع مع العدس مع الفول. جربوها وان شاء الله تعجبكم. انتظرونا نشوف التطور بتاعها كل يوم هنصوره لكم في الفيديو. هنا ده اليوم الثالث. انا زي ما قلت لكم في الفيديو مش بنغرقها ميه كتير. ودي برضو ابتدت اللي هي تطلع اهي تنبت اهي. ودي برضو جميلة اهي، اللهم بارك. اوريكم برضو بعد يومين الشكل برضو هيبقى عامل ازاي، هيبقى مختلف. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك، تحفة جدا. بصوا دي حلوة عجباني. جربوا الطريقة سهلة جدا وخلي اولادكم هما اللي يشاركوا معاكم، بيفرحوا جدا. يعني انا عندي ملك كل يوم تسقيها وتشوف عملت ايه، كبرت ولا لأ، وكانت فرحانة بالتجربة جدا. جربوها وان شاء الله تعجب. سلام عليكم.